ويسألونك عن تعز مدينة المشاقر والمساجد والعلم وصبر. تلك المدينة التي بدأت حياتها كحصن عسكري ثم توافدت إليها أفئدة الناس. غناها أيوب طارش قائلا: اسمك تعز وشهرتك عدينة، وفي فم التاريخ أحلى مدينة، تشقري بالورد والرياحين ورددي الأنغام والتلاحين، ياسين عليك في كل حين ياسين. تعز عاصمة الثقافة اليمنية، تكمن شهرتها في وجود عدد كبير من الآثار الهامة للمدارس الدينية والمساجد والقلاع، مثل تعز القديمة، سور المدينة، باب موسى، المدرسة المظفرية، المدرسة الأشرفية، الأتابكية، قبة الحسيني، قلعة القاهرة، قرية ثعبات، وغيرها العديد من نفحات الفن التعزي. أغلب كتب الرحالة العرب ذكرت تعز بشكل متميز، حيث زارها الرحالة العربي ابن بطوطة عام 1377 في عهد الدولة الرسولية، ووصفها بأنها من أحسن المدن اليمنية وأعظمها. أما ياقوت الحموي عام 1229 ميلاديا قال إنها قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات. وقال ابن المجاور عنها أيضا في كتابه: تعز قلعة حصينة، وليس في جميع اليمن أسعد منها حصنا. أما الرحال الأوروبي لودوفيكو عام 1508 ميلادية قال أنها مدينة قديمة جدا بمسجدها الذي يذكره بكنيسة السيدة مريم المستديرة في روما وقصورها الرائعة. التقرير التالي سيحكي لكم عن أجمل الأماكن، مهد الهوى والسحر والمفاتن، دار الشرف والعز والمعالي، تدعى تعز نوارة المدائن. إلى بلاد المشاق. هنا وقبل 900 عام كان يتجول الملك المظفر في الأزقة هذه حاكما لليمن. تعز القديمة هي المدينة وحدها في عهد الدولة الرسولية كانت تحتضن كوكبة من المثقفين من أنحاء العالم، كانت بمقام الأندلس حاليا في المجال الثقافي. وبعد سقوط الدولة الرسولية في العام 1454 بدت معالمها الحضارية والتاريخية تظهر بلباس من الإهمال. كانت قبلة للعلماء وللفقهاء وللأدباء وللرحالة والمفكرين، أبرزهم الرحال المغربي ابن بطوطة الشهير الذي أتى في عهد المجاهد الرسولي، وتم تأليف عدد من المؤلفات الفقهية والعلمية. هذه قبة الحسينية، واحدة من أهم المعالم الأثرية التي كانت تعطي المدينة رونقها الأثري. اندثرت جدرانها وأصبحت على وشك للسقوط. للمدينة هذه 7 أبواب، أبرزها الباب الشرقي والغربي. باب موسى يعد الباب الرئيسي الثاني الآن لسور تعز، يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر في عهد المطهر بن شرف الدين، وبالتحديد في 1535 تم بناء هذا السور لمدة 7 سنوات. فيما كانت الخدمات تعد راقية في ذلك العصر كالكتيبات والمعلامات ومشاريع الصرف الصحي وتوصيل المياه من عبدان صبر إلى داخل المدينة عبر قنوات مائية تسمى بالتراع. تعرضت المدينة لعدة حروب قضت على الكثير من موروثها الثقافي والمادي والفكري، ومنها مكتبة الأشرفية التي أحرقت. وعلى الرغم من هذا تظل المدينة معلما تاريخيا شاهدا على أفضل فترة زمنية ازدهرت فيها المدينة، ولا تزال حتى اللحظة حاضنة للثقافة.